ده بطلنا فرحان وهو في الطيارة واحد بيكلمه كان معاه في الكلية زمان اسمه شاطور، وبيقوله انه عرف مكان صاحبه رانشو اللي بقاله سنين بيدور عليه، فبيعمل انه جاتله أزمة قلبية عشان الطيارة ترجع المطار تاني. وفعلا الطيارة بترجع والمعلم بعدها بيجري وبيتصل بتالت واحد في الشلة اللي هو راجو، فالمعلم بيقوله لقيت رانشو أخيرا. فاللهبل ده بينزل بس من غير بنطلون وبيروح مع فرحان عشان يقابلوا رانشو اللي كان معاهم في كلية هندسة، ولكنهم ما بيلاقوش رانشو، بيلاقوا شاطور مستنيهم. وبيبدأ بعدها يفرجهم على ثروته وقد ايه هو غني، بني ادم رزل والله. وكمان بيقول لهم فاكرين يوم 5 سبتمبر؟ في اليوم ده رانشو تحداني ان هو هيبقى اغنى مني، وانا جاي اقول لكم اني كسبت التحدي وبقيت اغنى منه. وهنا فرحان اتعصب عليه وقال له يعني انت مسيبني طيارتي والراجل ده نازل من غير بنطلونه عشان تقول انك بقيت اغنى من رانشو؟ فين بقى رانشو؟ نجزنا بقى. قال له انا عرفت اخر مرة انه في حتة اسمها شملة ومعرفش حاجة تاني. والتلاتة خدوا بعضهم وراحوا يدوروا على رانشو. وهنا بنشوف فلاش باك لأيام كلية الهندسة، الكلية اللي فرحان دخلها مش عشان هو بيحبها، عشان أبوه كان عايزه يطلع مهندس لكنه كان عايز يبقى مصور. وبيدخل فرحان الكلية وبيعرف ان هيبقى مع راجو ورانشو في الأوضة، وبيشوف فرحان راجو لأول مرة. وفي المدينة الجامعية بنشوف الكائن ده بيخلي الطلبة واقفين بالبوكسر وبيحيوه هما واقفين متهانين كده. فهنا بيدخل رانشو وبيقابله المعيد الرخم وبيقول له يلا العب زي اخواتك. فرانشو ما بيعجبوش الكلام وبيروح لأوضته. فالمعيد قال له لو ما خرجتش انا عامل حمام على عتبة بابك. بس رانشو العبقري بيستخدم ذكائه وبيجيب معلقة وسلك وبيوصلهم بالكهرباء وبيحطهم على عتبة بابه. فالمعيد أول لما جه يعمل حمام على عتبة الباب اتكهرب وراح قاطع الخلف خالص. مفتري رانشو ده والله. بعد كده رانشو دخل اوضته من غير ما يقلع زي بقيه الطلبه. نروح بعد كده الفيروس. ما تستغربوش من اسمه، ده اسم مدير كليه الهندسه. فيروس ما بيحبش حد يتفوق عليه او يغلبه في حاجه، وبيلبس قميص وجرافطه ملزقين، وعشان عبقريين ويوفر في الوقت بيكتب بايديه الاتنين. واول لما قابل الدفعه الجديده حب يعمل عليهم نمره وقال لهم انتوا هنا في سباق، وطلع من جيبه قلم وقال لهم بصوا القلم ده، ده قلم رواد الفضاء، وعشان الفضاء ما بيستخدمش فيه اقلام حبر العلماء اخترعوا قلم يمشي مع اي ظروف. وانا طالب مديري ناداني وقال لي خد القلم ده عشان انت متفوق. ولكن الحقيقة انا في المخروبة دي بقالي 32 سنة ومش لاقي خليفتي اللي يستحق ياخد القلم ده مني. وهنا شطور بص للقلم وفي عينيه لمعة وكان نفسه ياخده. لكن رانشو احرج دكتور فيروس فقال له طب ليه رواد الفضاء ما بيستخدموش اقلام الرصاص بدل اقلام الحبر؟ ففيروس سكت ومعرفش يرد عليه، فقال له هبقى ارد على سؤالك بعدين ان شاء الله. فرانشو قال لفرحان رانشو زميلنا اللي معانا في الاوضه ده انا حاسس انه بتاع مشاكل. بس فرحان كان معجب جدا برانشو وبطريقه تفكيره اللي كلها فهم وما فيهاش حفظ. وفي المحاضره بنشوف الدكتور وهو بيسال رانشو وبيقول له عرف لي الاله. فرانشو جاوب الاله هي اي حاجه بتسهل عمل البني ادم. لكن الدكتور ما اقتنعش بإجابته. وهنا تشاتور قام وراح صامم التعريف كله، فالدكتور عجبته إجابته. فرانشو قال له إيه فايدة الرغي ده كله؟ ما أنا قلت نفس اللي هو قاله بس بطريقة مبسطة. فقال له أنت مش عايز تجاوب من الكتاب؟ يا ريت تطلع بره، أنت مطرود من محاضرتي. بس رانشو قبل ما يخرج راح قايل النص التاني من إجابة شاتور، اللي هو أدوات بتقوم بتسجيل وتحليل المعلومات وبتكون مجلدة وفي حزم ورقية وبتحتوي على مقدمات وفهارس بغرض التنوير والتثقيف. فالدكتور قال له انت بتحاول تقول ايه؟ فرانشو قال له نسيت الكتاب يا دكتور. فالدكتور قال له طب ما تقول نسيت الكتاب بمنتهى البساطة. فقال له انا كنت بقول تعريف الآلة ببساطة بس ما عجبكش. فالدكتور احتار من كلامه ومش عارف يقول ايه. بعد كده بنروح لجوي طالب في سنة التخرج وبيكون عنده نفس الذكاء والابتكار بتاع رانشو، بس الدكتور فيروس ما عجبوش مشروعه واتصل بابوه قال له ابنك مش هيتخرج السنة دي. فرانشو سمع كل المحادثة دي وقرر يساعد جوي في مشروع الطيارة بتاعته، بس ملحقش لان جوي كان انتحر من ضغط فيروس عليه. بعد كده في الجنازة رانشو بيقول لفيروس الناس فاكرة ان هو مات بسبب الضغط اللي في رقبته وانه شنق نفسه وكده، بس الحقيقة انت اللي موته بسبب ضغطك عليه طول 5 سنين. وتاني يوم في المكتب رانشو قال لفيروس طريقة تعليمك غلط. ففيروس اتضايق منه ودخله المحاضرة وقال له يلا اشرح لنا انت بقى. فرانشو خد الكتاب وكتب لهم مصطلحين على السبورة وقال لهم قدامكم 10 دقايق قولوا لي معنى المصطلحين دول. وفي التو واللحظة لقينا كل اللي في المدرج قعدوا يبصوا في الكتب حتى دكتور فيروس، بس محدش لقى حاجة. فرانشو قال لهم الوقت خلص ومحدش فيكم فكر في المصطلحين او اننا هنتعلم حاجة جديدة، كله جري عشان يجيب المعنى وخلاص. ففيروس قال له ايه بقى معنى المصطلحين
المصطلحين دول؟ فرانشو قال له مالهمش معنى، دول اسماء صحابي فرحان وراجو، بس انا كنت بوريك طريقة التعليم. ففيروس اتضايق وراح بعت رسالة لاهالي راجو وفرحان وقال لهم ولادكم صاحبين عيل تلفان هيبوظهم. ولما راحوا البيت ابو فرحان ابوه مسك في رانشو وهزقه، بس رانشو كان عنده لا مبالاة وخد باله من الصور اللي صورها فرحان، وقال له انت اللي مصور الصور الجامدة دي، طب ليه يا عم ما طلعتش مصور بدل الهندسة اللي انت ماشي فيها بالزق؟ ومشوا على طول من عند ابو فرحان وكانوا جعانين فاضطروا يدخلوا فرح عشان ياكلوا. وبالصدفة طلع فرح بنت الدكتور فيروس، وهنا رانشو بيقابل بنت فيروس وبيحصل الحب من أول نظرة. وفي نهاية الفيلم فرحان وراجو بيوصلوا لمكان رانشو ومعاهم بيا، وبنكتشف إن رانشو هو فونسو كوانجادو اللي كاتم الصوت كان بيدور عليه طول الفيلم. وأول لما بيعرف شاطور إن هو فونسو كوانجادو بيعترف أخيرا إنه خسر رهان وإن رانشو بقى أنجح منه وأغنى منه كمان. نهاية الفيلم كانت حلوة جدا وبتقول لنا إنك لو مشيت في الحاجة اللي أنت بتحبها هتحقق نجاح كبير. وده اللي حصل مع أبطالنا التلاتة، بداية من رانشو اللي كان بيحب التعليم جدا وقدر يستفيد من المهارات اللي هو اتعلمها طول فترة دراسته عشان يكون بعدها أشهر مخترع في الهند. كتير من الناس ما بيكونش عندهم شغف في دراسة الهندسة وبتكون ميولهم رايحة لحاجة تانية، زي فرحان اللي كان بيحب التصوير. فرحان بيمثل نسبة كبيرة من الناس اللي بتدخل كلية هندسة بسبب أهاليهم، وده أكيد طبعا عشان المركز الاجتماعي، ما هو لازم يكون في مهندس في العيلة حتى لو عافية. راجو كان دايما خايف وبسبب خوفه ده كان بيسقط في الامتحانات، لكنه لما اتخلص من خوفه نجح في دراسته ولقى شغل وقدر يهزم فيروس. ده كان تحليل بسيط لشخصيات الفيلم التلاتة. اما بقى كارينا كابور فهي كانت الكريزة اللي محلوة الفيلم. كمان عجبتني شخصية فيروس الدكتور اللي غاوي يسود عيشة اي طالب جامعي، انتوا اكيد قابلتوا من العينة دي في الجامعة. فيروس كان عايز ابنه يطلع مهندس، ولكن ابنه كان مختلف عنه تماما. ابنه كان بيحب الكتابة والأدب وكان عايز يكون كاتب، ولكن بسبب ضغط فيروس على ابنه بينتحر وما بيكتبش غير رسالة انتحاره. هنا بيحصل تحول وتغيير في شخصية فيروس لما حفيده بيتولد وبيقول له انت اكيد هتكون لعيب كرة قدم، وبتختفي عقدة الهندسة من عنده. لو جيت تدور كده على احسن افلام السينما الهنديه استحاله ما تلاقيش فيلم 3 ايديتس في اي قائمه فيهم. الفيلم يعتبر بالنسبه لناس كتير فيلم واقعي بيعرض كل المشاكل اللي بيواجهها الطلبه في كليه الهندسه وفي التعليم عموما. اول لما نزل الفيلم قدر يحقق نجاح كبير في الهند بايرادات وصلت ل 200 كرور، وده كان اول فيلم في الهند يحقق الرقم ده. كمان الفيلم مصنف من احسن 250 فيلم في العالم، ودي القائمه اللي حطها موقع الاي ام دي بي. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناه المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.